يعني اليوم مثلا من مفاهيم النجاح اليوم في هذا الزمن الشهرة، أن الإنسان يصبح مشهور. هل هذا دليل على أن هذا إنسان ناجح بمقاييس الله سبحانه وتعالى؟ لا، ليس دليلا. فقد يكون إنسان من أفسق خلق الله ويكون مشهورا، وهذا الذي تطرحه اليوم وسائل الإعلام كثيرا ويبرزونه. عندما يشتهر الإنسان يبرزونه ويخرجونه أمام الناس ويستضاف في أكبر القنوات، فأفسدوا هذا المفهوم. الكثرة ليست دليل على أن ذلك الإنسان ناجح، فقد يكون ناجح نجاح دنيوي لكنه خاسر عند الله سبحانه وتعالى. وذلك هناك قاعدة جميلة: كل نجاح دنيوي لا يؤدي بك إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف. كل نجاح دنيوي لا يؤدي بك إلى الفلاح الأخروي فهو نجاح مزيف. هذه قاعدة. أي نجاح في الدنيا تنجحه إذا ما كان يؤدي بك إلى الفلاح عند الله سبحانه وتعالى فهذا نجاح مزيف. لو أن مثلا تاجرا من التجار حقق ثروة هائلة لكن من الحرام، هذا نجاح دنيوي لكنه يؤدي به إلى الفلاح، لا يؤدي به إلى الفلاح الأخروي، فهذا نجاح مزيف. لكن إنسان حقق نجاح دنيوي كبير، أصبح تاجر من التجار، لكنه وظف هذا لله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا نجاح دنيوي أدى به إلى الفلاح الأخروي، فإن هذا يعتبر نجاحا حقيقيا.